السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي نعمل مع بعض كفتة البطاطس. هنعملها بطريقة سهلة قوي، طريقة اقتصادية جدا. خليه كده معايا لاخر الفيديو عشان تشوفي الطريقة، وكمان هقولك على السر اللي يخلي البطاطس معاكي آم، ما تفكش منك وانتي بتقليها في الزيت. خليه كده معايا لاخر الفيديو عشان تشوفي كل التفاصيل. اول حاجة هنقول بسم الله، ومعانا كده بمعدل نص كيلو من البطاطس. بنقشرها كده وبنقطعها كمان صوابع صغيرة عشان انا بسلقها بالطريقة دي. الطريقة بتاعت السليق دي بتبقى اسهل واسرع، كمان بتخلي البطاطس تستوي معاكي اسرع، وكمان ما بتاخدش معاكي وقت خالص. خلاص كده احنا خلصنا كل الكمية بتاعت البطاطس. هناخدها كده نشطفها بس تحت الحنفية، وبعد كده بنحط عليها المية، وبنحط كمان شوية من الملح، وهنسيبها على النار لحد ما تستوي خالص، اهو زي ما انت شايفه كده. بعد كده بنسيبها تبرد شويه. لما بتستوي بنسيبها تبرد بس شويه، وبعد كده بنبدا نصفيها من الميه بتاعه السليق بتاعتها كده، بنحطها في بوله اهو. وهنبدأ بقى نجهز المكونات اللي هنحطها على البطاطس عشان تظبط لنا البطاطس وكفتة البطاطس معانا. اول حاجة كده بنكون معانا بصلاية صغيرة، بتكوني كده فرماها منعماها خالص خالص. بس الاول احنا بنهرس البطاطس قبل ما بنضيف عليها اي حاجة. بنهرسها الاول كده، ممكن تهرسيها بشوكة او تهرسيها بالهراسة، اي حاجة. بس اهم حاجة ان انت بتهرسي البطاطس كلها كده وبتنعميها خالص خالص قبل ما بتضيفي عليها اي مكونات، اهو زي ما انتم شايفين كده. نصلي على النبي كده يا جماعة، عليه أفضل الصلاة والسلام. وطبعا ده فضلا من حضراتكم وليس أمرا، الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد احنا بنقدمه. خلاص كده احنا حطينا البصلاية اللي فرمناها، نعمناها خالص وحطيناها. وهننزل بقى عليها كده بشوية من البقدونس او شوية من الكزبرة الخضراء، بنكون مقطعينها حتت صغيرة وبنحطها عليها. وكمان معلقة من الثوم المفروم، وكمان هنحط بيضاية اهو. الحاجات دي كلها يا جماعة ما بتخليش البطاطس تفك معاكي وانتي بتقليها في الزيت. اعملي نفس الخطوات دي وحطي نفس المكونات دي عشان البطاطس تظبط معاكي وتطلع بالنتيجة اللي انتي عاوزاها. نحط بقى كمان مكعب من المرق، وبننزل بقى بالبهارات بتاعتنا. البهارات هنا عبارة عن كزبرة ناشفة وكمون وفلفل اسود وسبع بهارات وشوية من الملح. وكمان بس ما نكترش الملح يا جماعه عشان احنا حاطين مكعب من المرق. بنحط شعره صغيره من الملح، وبنحط كمان بابريكا وبصل باودر وتوم باودر. دي البهارات بتاعتنا اللي احنا حطيناها على البطاطس. كمان هنحط معلقتين ونص من النشا. نص كيلو بطاطس بياخد معلقتين ونص من النشا، وكمان بياخد 3 معالق من البقسماط. لو انت مش متوفر عندك بقسماط ممكن تستبدلي البقسماط بدقيق. يبقى احنا هنحط معلقتين ونص من النشا ومعدل 3 معالق من البقسماط. خلاص كده احنا خلصنا كل المكونات بتاعه البطاطس. هنبدأ بقى نقلب كل المكونات دي كده مع بعضها اهو زي ما انت شايفه كده. بس انا بس كان الجلافز مضايقني شويه، ف انا اصلا بحبش استخدم الجلافزات في الوصفات بتاعتي. بس هنا البطاطس عشان اعرف اقلبها واتحكم فيها اكتر كنت عايزه لازم البس الجلافز عشان اعرف اقلبها اهو زي ما انتم شايفين كده. بس انا بقى هنا كان في كده بعض كده حتت من البطاطس ما اتهرستش معايا كويس، كنت بهرسها كده وانا بقلب البطاطس كلها في بعضها. وكمان حطيت كمان، بس انا ما يعني نسيت اصوره، حطيت شوية كده من آه، ال- الكركم عشان يديني اللون اللي انتي هتشوفيه بتاع البطاطس ده. خلاص كده احنا خلصنا تقليب البطاطس. بنسيبها ترتاح شوية، وبعد كده بنجيب نص كوباية من اللبن وبمعدل كده كوباية من البقسماط، وبنبدأ كده ننزل البطاطس كده في اللبن الأول، وبعد كده بنغلفها بالبقسماط اهو زي ما انت شايفة كده. طبعا بنصبحها كده زي صوابع الكفتة. لو انت عايزة تعمليها كور كده بتعمليها، عايزة تعمليها زي ما انا بعملها كده صوابع، براحتك. التشكيل ده في ايديكي انت.
خلاص كده هنعمل كل الكمية وهرجع اوريكم في الاخر بس عشان الفيديو ما يطولش معايا. اهو عايزه اقولك ان ما شاء الله البطاطس كانت فارطه معايا، عامله كميه كبيره جدا. يعني انا كنت عامله الطبق ده وكان في طبق كمان، كانت عامله طبق كمان من نفس الحجم كده. خلاص خلصنا كل الكمية بقى، بنبدأ كده نجيب الزيت ونسخنه على النار ونبدأ ننزل بالبطاطس زي ما انت شايفة كده. اول ما بتاخد لون بنبدأ نقلبها على الوش التاني لحد ما تاخد اللون اللي انت شايفاه القمر ده. احنا بنحبها يبقى لونها احمر كده عشان بتدينا قرمشة كمان اكتر. وعايزة اقولك كانت عاملة كريسبي خالص، بجد كانت حلوة جدا، مقرمشة من جوه كده من بره وطرية من جوه. عايزة اقولك جميلة جدا جدا. دي من اسهل الطرق بجد واسرع الوصفات. لو انتي مستعجله كده وعايزه تعملي حاجه للغدا سريعه كده ومش مكلفه، مش هتلاقي اسهل من كفته البطاطس. سهله وبسيطه كده وسريعه كمان، ما خدتش معاكي وقت خالص خالص. ممكن بقى تقدميها جنب رز او مكرونه، او ممكن كمان تعمليها في سندوتشات حلوه جدا جدا، مع بقى مايونيز مع كاتشب.